بيبدأ الفيلم مع شاب اسمه داركن، وهو رايح مع عمه بام وجوز أم ترند لبات الشاطئ عشان يقضوا أجازة الصيف سوا. وبنعرف إن بام أم دانكن لسه متعرف على ترند من وقت قريب، وده اللي بيفسر سبب العلاقة المعقدة بين دانكن وزواج أمه. وده اللي بيبان لما بيطلب ترند من دانكن إنه يقيم نفسه من 10، ولما بيقول له دانكن إن تقييمه لنفسه هو 6 من 10 بيعارضه ترند وبيقول له إنه لا يكاد يتخطى 3 من 10 من وجهة نظره، وده لأنه شايف دانكن وحيد وانطوائي ومش عايش حياته. وبيقول له ترند إنه هيصلح كل ده في شخصيته، وإنه وعد أمه يحسن منه عشان يعيشوا أسرة سعيدة مرتبطين سوا. لكن دانكن بيكون عارف إن ترند بيقلل منه مش أكتر. ولما بيوصلوا عند بات الشاطئ بتستقبلهم بيتي جارة ترند اللي بتتعرف على بابا وبترحب بيها، وبيبان على بيتي إنها اجتماعية. وبتطلع سوزان بنت بيتي اللي بيظهر إن شخصيتها هادية وكئيبة وعلى عكس شخصية أمها، وبتساعدهم بيتي